التعادل الثاني لمنتخب مصر 1-1 امام بتسوانا. ولكن قبل كل حاجه كده يا عزيزي، انت شايف ان الاداء ده لمنتخب مصر اداء كويس، او يعني اداء مناسب يعني، ولا مش مناسب؟ آه، راي حضرتك يهمنا. يعني مثلا احنا في 10 اول 10 دقائق حضرتك نلبس جون ونشيل جون بالشكل ده والدربكه اللي حصلت دي، وامام مين؟ امام بتسوانا. وبعدين احنا اللي رجعنا نتعادل ونسجل هدف. يعني الدربكه اللي حاصله قدام حضرتك دي والناس كلها بتطلع، او بقى الجانب الابيض من المدينه بيطلع يقول لك ان الكوره ديت المفروض يصدها شوبير. الهدف ده مؤكد يشيله شوبير، وطبعا عايزين يشيلوه لمصطفى شوبير ويقول لك ان هو السبب في تسجيل الهدف، عشان بعد كده نرجع ونلاقي منتخب مصر استحوذ. ولكن هدف التعادل بيجي من مجتهد دائما تريزيجيه، اللي بيسجل هدف ولا اروع كالعاده، كوره زاحفه يقطم لجوه، دي كورته وده مكانه، هو بيعرف يتصرف في المنطقه دي، يسجل هدف التعادل وبعدها نلاقي استحواذ كامل لمنتخب مصر ولكن بدون اهداف. نلاقي بالفعل لعيبه مجتهده، نلاقي ان رغم من الاداء السيء ده ولكن في محترفين، مفيش غياب زي المباراه اللي فاتت. هنقول المباراه اللي فاتت كان في غيابات وكان في مفيش محترفين، اللي هم ما كانش موجود تريزيجيه، ما كانش موجود. لكن المره دي في لعيبه موجوده، واغلب المحترفين بغياب طبعا زيزو ومحمد صلاح، لكن اغلب اللعيبه موجودين، مرموش، تريزيجيه، مصطفى محمد، اللعيبه الكبيره، لكن بعيد عن خط الدفاع طبعا اللي ما كانش موجود. ولكن خط الدفاع النهارده كان موجود حسام عبد المجيد، وانا من وجهه نظري حسام عبد المجيد مدافع كبير، يعني مدافع يعني ستايل عالي، وان شاء الله نتمنى له في المواسم اللي جايه يكون متالق ويبدع اكثر من كده. يعني حسام عبد المجيد انا بحترمه جدا، لاعب محترم خلوق، ملوش في السوشيال ميديا ومجتهد ومركز في الملعب، لكن هو اداء كويس جدا منه. يعني انت عندك دفاع كويس، ليه احنا نظهر بالشكل ده والاداء ده؟ يعني يمكن عشان ضمننا المكسب وضمننا ان احنا خلاص صعدنا، ما اعرفش، لكن الاداء ده انت كمقتنع بيه، انك انت كمشجع لمنتخب مصر الاداء ده كويس جدا. دي وجهه نظر يعني، لكن أنا وجهه نظري المتواضعه، لو احنا بنقابل منتخب اقوى من بتسوانا، يعني بتسوانا مش فريق قوي ولا حاجه، اللي هو بيدافع اصلا من بعد ما سجل هدف هو رجع يدافع، يعني ال 11 لاعب راحوا يدافعوا، قعدوا عند الجول، ما بيخرجوش عندك غير باستثناء كوره اللي اتالق فيها وابدع شوبير، واللي طبعا حولها خارج المرمى، والكوره اللي ظهرت قدام حضرتك كده اللي صاروخ ارض جو. بعدها خلاص ما دفاع بيدافع فقط، وانت مستحوذ، وصل الاستحواذ لحد 70%، لكن تسجيل اهداف لا. حراس المرمى موجود عفوا، راس الحرب موجود، مصطفى محمد، مرموش موجود، تريزيجيه موجود، عمر كمال، ناصر ماهر، العناصر موجوده، وبنشوف اجتهاد وبنشوف يعني تكتيك واضح في الملعب، ولكن ما فيش اهداف. انت بتلعب بالشكل ده والوضع ده كده، احنا في افريقيا هنعمل ايه قصاد المغرب، قصاد المنتخبات الكبيره حضرتك بالشكل ده والمنظر ده؟ يمكن غياب ده مؤثر، مثلا في غياب في الدفاع، هقول لك كل حاجه موجوده تمام، كل اللعيبه يعني اللي باختيارات اللي مختارها حسام حسن، هو عارف وبيتم استبعاد لعيبه معينه، يمكن عشان خاطر الاصابات تم استبعاد محمد صلاح، مستبعد زيزو عشان بسبب الاصابات، يعني لعيبه انت مستبعدها، ولكن انت معاك الكواليتي ده ونظهر وتعادل امام بتسوانا. هو صحيح احنا كده كده ضمننا المكسب، ضمننا عفوا ضمننا الصعود، ولكن ده ما يثبتش مثلا ان احنا نظهر بالشكل ده